بعرف غبت كتير. بعرف في ناس كانت ناطرتني، وفي ناس يمكن نسيتني. بس قبل ما تحكموا اسمعوني شوي. بدي احكي لكم ليش اختفيت وليش انا اليوم واقف هون وعم بحكي معكم من بلد بعيد لحالي. كنت بين اهلي وبين اصحابي، بين الناس يلي بعرفهم وبيفهموا لغتي ونفسيتي. فجأة لقيت حالي مريت أسافر غصب عني، مو سفر ترفيه ولا تغيير جو، كان هروب من ضغوطات، من واقع خانق، من وجع بداخلي ما عاد فيني أتحمله. وصلت لهولندا، بلد ما بعرف فيه أي حدا، بلد لغته غريبة وناس ما بيعرفوا شو مريت فيها. كنت عم امشي بطريق مظلم كثير صعب، أيام نمت فيها وأنا جوعان، وأيام بكيت لحالي، وأيام كنت عم فكر معقولة راح أرجع مثل قبل؟ معقولة في أمل؟ كنت عن أمي، عن أبي، عن أهلي يلي كل لحظة كنت أشتاق لوجوههم، لصوتهم، بس كنت ساكت وما حكيت. ما كنت قادر أطلع وأحكي وأنا موجوع، ما كنت حابب أشارك شي نصه كسر ونصه دمعة. وهيك تركت اليوتيوب، تركت صوتي، قصصي، حلمي، وحتى جمهوري. قلت لحالي بس شوي وبرجع. بس الطريق طول وكثير. بس الغريب انه الامل ما مات في جواتي، شي صغير ظل عايش عم يحكي لي كل يوم لا تتوقف، انت خلقت لتحكي، لتأثر، لتحمل صوتك للعالم. تعليق منكم على الخاص وعلى اليوتيوب، كل رسالة اشتقنا لك، كيفك، وينك، ليش غايب، كانت مثل ضمة كانت تقول لي لساتك بقلوبنا. واليوم بعد كل هالتعب، بعد كل هالوجع، بعد ما بنيت حالي من الصفر، أنا هون واقف قدام الكاميرا من بلد جديد بس بقلب قديم، قلبكن. برجع بقوة، بصوت أقوى، بحكايات من عمق القلب، لأنه القصة الحقيقية بلشت هلأ. إذا كنتم من الناس يلي ظلوا مستنيني، أنا بعمري ما نسيتكم. كنتوا جداد، فهالقناة مو بس محتوى، هي مرآة حياتنا ووجعنا وفرحنا وقصصنا. هاي مو رجعة عادية، هاي بداية جديدة من شخص عاش كثير وراجع يحكي من القلب. فإذا حسيت بكلماتي، لايكك، تعليقك بيعنون كثير، واشتراك مشان نكمل سوا هالطريق من هون لعالم جديد كله قصص.